هنتكلم النهارده في موضوع بقى اللي ايه، البنت اللي بتخرج عايزه تشقت او هي زهقت من بيت ابوها وعايزه تخرج باي طريقه، تهرب، تشقت، اي بتنجان بابا غنوج هم عايزينه. دلوقتي احنا هنتكلم، بيقول لك ايه بقى؟ البنت اللي عايزه تطفش، يعني هتطفش هتروحي فين؟ عند صاحبتك؟ عند الواد اللي بتحبيه؟ عند الواد اللي شاطك؟ عند عمتك؟ عند خالتك؟ مش هترتاحي. هتيجي تقولي لي يا احمد ما انا مش مرتاحه في بيت ابويا، ولا امي مريحاني، ولا ابويا مريحني، ولا اي حد مريحني، انا اطفش وخلاص وخلص الكلام. انت شايفه كده بنظريتك انت، لكن انت لو شايفه اللي انت هتتبهدلي، هتبقى عامله لا مؤاخذه، يعني لا مؤاخذه في الكلمه، زي الكلبه في الشارع، مش هتخرجي وهتبوسي رجل ابوكي وامك، والله العظيم زي ما بقول لك كده. ليه بقى؟ البنت شايفه نفسها خلاص كبرت وبلغت، يا عم انا اشوف حياتي زي الاجانب والكلام ده. الاجانب ليهم عيشه والشعب المصري ليه عيشه تانية خالص. صدقني والله هتتبهدلي، هتقابلي واحد هتحبيه هيحبك، هياخدك بورقتين كده باي حته وخلاص. ده اول حاجه. يا عم احمد ما انا هخلي نفسي كبيره واصون نفسي واللي يختارني بالحلال. اختارك بالحلال ازاي؟ مش فاهم. واحده طفشه من بيت ابوها عقليا، يعني اخدها اكتب عليها يا ستي كتب عليكي، انا معاكي، كتب عليكي بالحلال وكتب عليكي عند مأذون، اتضمنت اللي انت اتجوزتي، قعدتوا في شقه اي كلام في اي كلام، ولا جاز ولا عقد ولا اي بتنجان. صدقوني والله هتتبهدلي، واول مشكله هيهينك ويتلطش لك ودش 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 ودش، وفي الاخر هتعملي ايه؟ هتروح عند بيت ابوك اللي انت تفشت منهم؟ طب يا ستي مش هتروح عند هتروح عند بيت عمك؟ يا ستي وانا ناقصك؟ انا عندي بنات برضك. واحده تفشت عن بيت ابوها اجيبها تقعد مع بناتي بالعقل؟ اجيب لك حقك ازاي؟ عايز افهم انا. ابوك وامك هم اللي يعرفوا يجيبوا حقك، انا بتكلم في الصح. ابوك وامك هم اللي يعرفوا حقك، لكن تتفشي لا. انا بعيد عن ده كله خالص. عندك شقه لوحدك وتقعدي فيها، هيضحك عليك، هيجي لك في يوم من الايام هتحب واحد تعشقيه تراب وهتبيعك الشقه. ما تقوليش ما بيحصلش، والله العظيم على يدي بيحصل. ده مش شقه وبس، ده شقه وعربيات وفلوس في بنك، وخسرت مبالغ مهوله، وفي الاخر رجعت لابوها وامها وباصت رجليهم. انت بتقول لي انت بتهزر؟ الكلام سهل، الفعل هو اللي صعب. لما تيجي في يوم من الايام تحب واحد تعشقيه لدرجه اللي هو بصي، بس هو بتاع بنات، هو بيحب البنات عشان فلوسهم، هو بيحب البنات عشان ايه؟ عشان ياخد اللي وراهم واللي قدامه وبعد كده ايه؟ ابيعهم. اتفرج على افلام، اتفرج على افلام، اوعي الحب يعمي عينك. اللي تختاريه يسونك، بس بشرط ياخدك من ابوك وامك. ما تجيش تقولي لي انا شق طريقي. شق طريقي ايه؟ انت لسه صغيره، مهما كان صغيره، ابوك وامك اكبر منك وفاهمين وعاقلين، ويعني في جواز صالونات والكلام ده. انا مش بعيد عن ده كله، انا بتكلم دلوقتي البنت اللي بتهرب وشايفه نفسها وبلغت وعايزه بقى تشق طريقها بنفسها لوحدها، معاش ولا اب ولا ام ولا اي حاجه في اي حاجه. اول حاجه قرايبك اللي انت هتروحي عندهم يقول لك انت هربت عند هربت من ابوكي وامك، مش هتعلمي ولادي اللي انت تهربي، لا هتعلمي ولادي اللي انت تهربي. طب ليه انا احط واحده مع اولادي هي هربت من بيت ابوها؟ ما انت هتعلميهم زي كده بالظبط. صدقيني والله في نوع حساسيه شويه، وحتى لو بيعشقك هتروح عند صاحبتك هتقعدك يوم 3 4، هتزهقي وهتتخانقوا، وفي الاخر هتقول لك اطلعي بره بيتي، وهي حره فيه، صح؟ وهي عندها حق، هي عندها حق. لكن انت انا عايز تخلي بالك وتقتنعي بالكلام اللي انت تعمليه. في لما اجي اقول لواحده اقتنعي بالكلام اللي انت بتقوليه وفكري فيه اكتر من مره، بتقول له انا فكرت اكتر من مره، انا زهقت بالتفكير، انا قررت خلاص. قررت ايه؟ قررت اللي انت تبيعي نفسك، لا مؤاخذه في الكلمه، تبقى عامله زي الكلبه في الشارع. ما هو ده ما ينفعش، ده ما ينفعش ولا يرضي ربنا. يرضي ربنا؟ هتقولي يرضي ربنا اللي الام والاب يهنوني ويشتموني ويقول لك اعملي وي ويحاولوا يسوي؟ انا كاحمد اقول لك احسن انك تتمرمطي وتتبهدلي في الشوارع. انا بقول كده، اللي انت شايفاه برضو، كل واحد وليه وجهة نظر، وكل واحد بيعمل اللي في دماغه. انت عايزه تجربي المرحله دي، جربيها براحتك زي ما انت عايزاها. بس انا بنصح البنت، انا شايفها مكسوره الجناح، بديها نصيحه. خدت بنصيحتي خير وبركه، ما خدتش بنصيحتي براحتك، حاجه ترجع لك انت. هتيجي يوم من الايام انت كنت اتفرجت على الفيديو ده، وهتيجي يوم من الايام يا الفيديو بتاع احمد حسن ده
كان زمان كان بيقول واحد انت، بس انا ما اقتنعتش بكلامه. بس الانسان طبعه كده، مش انت، لا الانسان طبعه كده. طبعه ايه الانسان؟ طبع الانسان اللي هو يجرب، عايز يجرب الحاجه. انا ذات نفسي صراحه والله انا ما بقتنعش بالحاجه لما اجربها. بس في كلام، في حاجات، في تكايات كده يعني لازم تخلي بالك منها. لما اجي اقول لك ما تهربيش، يبقى دي التكه الصح. التكه الصح اللي انت ما تهربيش حتى لو اهلك مطلعين عينك. صدقني والله لما الراجل ياخدك من ابوك وامك كبيره قوي، كبيره قوي، ويعرف اللي ليك راجل ويعرف اللي ليك ام، تخاف عليكي وتخاف على لحمها قوي. الراجل ما يقلش منك، لو هو بيقل منك 100% ما يقلش منك 50%. ليه؟ امها هتاكلني، لو انا جيت جنبها امها هتاكلني. لكن بقى هنا لو انت هربت من امك وابوكي مثلا وجي ضربك مثلا، هيقول ايه؟ ما كسرت الجناح، ده انت بنت ودي ودي ودي. ما في هيهينك 100%. لكن لو ليك اب يعني هيهينك 50. او ليك ام هيهينك 50. هيعرف اللي فيه راقي اب وام، هيسالوا ويعرفوا ويجولك، بيجولك، فاهمه؟ لكن لو انت هربت منهم مش هيجولك. صح ولا انا غلطان؟ في تكايات كده لازم تخلي بالك منها كويس. وفي تكايات انا مش مع اي بنت تهرب من بيت اهلها حتى لو مطلعين عينها، حتى مغلبينها. اصل انت لما تهربي عشان امك بتقول لك ايه، اعملي المواعين واطبخي وبتاع، هل انت لما تيجي تقعدي وتتجوزي، هل مش الراجل اللي انت متجوزاه مش هيقول لك اغسلي مواعين واعملي وسوي؟ مش هي هيحدد الوقت اللي تخرجي بيه وتخشي بيه؟ اوعوا لاي بنت اللذه بتاعت الجواز تقولي اه انا بحب الواد المصري ده، انا عايز ابقى معاه، انا عايز ابقى جنبه، انا عايز. اوعي اللذه والشهوه اللي في البنت ذات نفسها، اوعي تخرجك عن بيت امك وابوكي. صدقيني والله اللذه دي ممكن تدمرك. حتى الراجل برضو كذلك، في كلام كده برضو في الراجل برضو. انا بحذرك انت، اللذه بتاعت الجواز، انت فاهمه انت قصدي الشهوه يعني. اوعي تخليكي تسيب امك وابوكي، او امك وابوك بتقول لك اعملي وسوي تزهقي من البيت. الاوامر تزهقي من البيت. لما الراجل ياخدك من ابوكي وامك، صدقيني والله كبيره قوي 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 قوي. نصيحه، انا على قدي يعني. انا مش بقول لك ان انا فقيق في النصاحه، لا انا على قدي، انا بفيد على قد ما اقدر والله. لكن كل بنت بقى هي وشوقها، عايزه تكمل براحتها، مش عايزه تكمل براحتها. احلى مسا عليكم، كفايه كده عليكم النهارده.